النهارده باذن الله هنتكلم عن مباراه اوراوا والنادي الاهلي. طبعا تعتبر مباراه مهمه للنادي الاهلي رغم ضياع حلم الوصول لاول نهائي كاس عالم للانديه ضد مانشستر سيتي بعد الخساره من فلومينينسي البرازيلي 2-0. طبعا هي برضو تعتبر مباراه مهمه لنادي اوراوا مش برضو يعني فكره تسجيل المركز الثالث والحصول على البرونزيه قدام برضو فريق متمرس زي النادي الاهلي في البطوله. واوراوا كمان دي تعتبر ثالث مشاركه ليه، يعني هو سجل البرونزيه بس مره واحده في 2007. وكمان يعني اوراوا برضو طريقه لعبه عامه مع النادي الاهلي من اساليب اللعب اللي بتتعب النادي الاهلي، فكره ال 4-4-2 واللعب على التحولات الهجوميه. وكمان نادي اوراوا من الفرق الدفاعيه العاليه جدا، يعني السنه دي لعب 34 مباراه دخل فيه 27 جون بس، ويعتبر اقل فريق دخل فيه جوان اهداف في الدوري الياباني. وبرضو الناس اللي عارفه قوي وعارفه طريقه لعب الاهلي عارفه ان الاهلي ما بيفضلش اللعب بالطريقه الدفاعيه قدامه. وكمان الطريقه دي كانت ظهرت اعتقد مع موسيماني اكتر في الموسمين اللي فاتوا، طبعا قبل كولر. السنه دي برضو كانت رجعت المشكله دي في اواخر مباراه الاهلي في الدوري. وكمان لعب اوروبا بيستهدف على طريقه واحده بس، التحولات، وكمان اللي هو بيسيب الاستحواذ للفرق اللي قدامه. يعني مثلا قدام مانشستر سيتي ويعتبر مباراه مهمه في نص النهائي كان استحواذ اوروبا 26%، وده طبعا يعتبر رقم قليل، بس انت برضو بتلعب قدام اعلى منظومه في العالم حاليا بتعتمد على الاستحواذ. والاكسبكتد جول برضو كانت رقم قليل، يعني اكسبكتد جول واحد من تسديدتين بس، عكس مثلا قدام ليون في المباراه اللي قبليها. ودي اول مباراه ليه في كاس العالم للانديه، كانت 45%، كان الاكسبكتد جول واحد ونص برضو. كان هو كسب 1-0، فتعتبر مش رقم يعني كاكسبكتد جول، هو برضو تدل على فعاليه الفريق، اللي انت بتروح بعدد هجمات قليل برضو بتقدر تسجل. وبرضو حاليا الفريق يعني مش بيمر بافضل حالاته، يعني الفريق يعتبر دلوقتي رابع الدوري الياباني، والفريق اخر 9 مباريات الفريق خسران 5 مباريات وكسبان 3 ومتعادل ماتش. فدي برضو مش سجل فريق، يعني برضو المباريات دي ما بتتحسمش بالطريقه دي، بس برضو يعني من المؤشرات ان الفريق برضو مش في افضل حالاته حاليا. حتى نجوم الفريق اللاعب المالي كانتي عنده 33 سنه، برضو تعتبر معدل الاعمار عالي، مسجل 8 اهداف في 24 مباراه. وشولز باك الدنماركي مسجل 7 اهداف، بس هم فيهم 6 ضربات جزاء، وده برضو رقم يعتبر انت لو للاسف يعني تسجل اتحسب ضدنا ضربات جزاء. برضو حصل في مباراه كان زي ما حصل في مباراه فلومينينسي والاتحاد، ان برضو عندهم متخصص ضربات جزاء، ومن نجوم الفريق ايتو لاعب ده لاعب المنتخب الياباني، فمسجل جولين وخمسه اسيست، برضو رقم مش قليل. وكمان الفريق ده من الفرق المبهمه للنادي الاهلي، ومش من الفرق المعروفه كتير، عكس مثلا النادي الاهلي. انا اتوقع يعني النادي الاهلي هتبقى افضل مشاركه ليه، يعني افضل تشكيله مناسبه ليه الماتش ده. فكره الاعتماد على معنى صح لعيبه الكوره اللي في الفريق، يعني مثلا امام عاشور، واعتقد قفشه هيبقى ليه دور في الماتش ده، وكوكا لو موجود عشان يامن خط دفاع النادي الاهلي. واعتقد التشكيل الماتش ده يعني مش هيبقى فيه تغييرات ياما قوي. فكره ان برضو الاهلي ما ظهرش بالشكل الوحش قدام فلومينينسي اللي تقول انت محتاج تشكيل، محتاج تغيير في الهجوم، او تغيير في صناعه الفرص. طبعا الهجوم احنا كنا اتكلمنا في المشكله بتاعت النادي الاهلي ومشكله هجوم النادي الاهلي، والمشكله دي مش هتتحل في الماتش ده ولا هتتحل في الماتش الجاي، المشكله دي هتتحل بالصفقات اللي هتظهر في يناير. وطبعا انت مودست غايب ماتشين بعد الطرد المباشر في ماتش الاتحاد، فانت برضو التشكيله الهجوميه هتعتقد هتبقى هي هتبقى شحات وتاو وكهربا. اعتقد التغيير بس هيبقى في اختلاف في نص الملعب، اذا كان هيلعب بكوكا او هيلعب مروان عطيه، او ممكن نشوف ديانج او سولية. لكن ما اعتقدش طبعا مشاركه اكرم توفيق، لان انت برضو بتتكلم على فريق بيلعب على التحولات الهجوميه، وفريق بالطريقه الكبيره، يعني بيعتمد بطريقه كبيره على طريقه لعبه على الدفاع. فما اعتقدش هيبقى ماتش اكرم توفيق، لان انت هتبقى محتاج لعيبه اكتر بتعرف تلعب كوره وبتعرف تتحكم في رتم الماتش. فاعتقد هيبقى امام اكيد ثابت في نص الملعب، واعتقد ممكن نشوف قفشه بنسبه كبيره الماتش ده حتى لو جبنا على دكه البودره. بس واتمنى التوفيق باذن الله للنادي الاهلي، يعني ويقدر يحقق البرونزيه. طبعا مش هتكون اهم اهدافنا، بس يعني محاوله لارضاء جمهور النادي الاهلي.